اروح له فاهم يهون. لما مات كلهم متهمين ان انا تاجرت بمرضه. سلمت. هي رجعت له، هي اتفصلت منه اتكلمي ليه؟ عشان الناس مش ورجعت له عارفة. تاني ليه؟ اتكلمي. عشان ايه؟ انه رجعت له تاني، ومسافة ما رجعت جابت اجله، خلصت عليه، كملت عليه خالص. هو كان كده، هو كان كده. السنة اللي فاتت لا بقى بتاع بتاع 3 4 شهور ولا 5، صح؟ اه اه. لا هي قعدت شهرين. شهرين ورجع جبناها تاني وقلت له انت في وادي والعيال في وادي وبتاع والحكايه والروايه، رجعناهم تاني. مفيش حد سهل عليه ان هو يطلع على الميديا ويقول بعد ما كنت متجوزه واحد بيلعب في الزمالك وحياتي كويسه ومبسوطه، اجي في لحظه اقول انا مش لاقيه، عالجوه ساعدوه، انا عايزه مسكنات، انا ما بينامش، ما كانش بينام. يا ست اسكتي والنبي، ده كل شويه بكلمه وكل شويه بموال. تعبت جامد، وطبعا لما كان كل شويه الحاله بتسوق قدامي انا بطلع للدكتور يقول لي هو بيموت يا هبه، واخش اقول له لا انت كويس، انت كويس يا ابراهيم. ورجعت له بقى بالصلاه على النبي عليه، جابت اجل هي والقراطيس اللي وراه. والله ابني كان معاه فلوس في البنك، وهي جالها كتير بعديها وهو في المستشفى، وحياة ربنا لا يزود البني آدم، ما حدش شاف حاجة إلا ربنا هو اللي شايف وهو اللي عالم بينا. بالصلاة على النبي على طول، كل يوم بيجي لها، كل يوم بيخش لها، من قبل ما يموت وبعد ما مات لحد وقتنا هذا. واللي بيكلم جنوب السمع عشان ده انا هفرقع من جنابي، انا اللي مش لاقي ياكل هنا، والله قسما وبالله ما لاقي ياكل، والله وحياة نظري اللي يوري لي عدم الحبيب، عشان انا اللي جبت اخري، والله اللي عالم اليهود دول اللي ربنا ينتقم منهم انتقام شديد، ينتقم منهم انتقام شديد يا رب، حق جهنم واهل بيته، بحق ما انت عالم بحاله عنه وعن سؤالي، اللي ينكروا خير ابني، اللي عايشين في خير ابني، اللي روحوه بدري وجابوا اجله، كلها 100 وتمام التمام، بس أنا اللي بيسوقوا في ودنها وهي ماشيه وراهم مش هينفعوا وقت الموقف العظيم، عشان ده شيء هتتحاسب عليه، مش هتسمعش كلام حد، ولا حد هينفعها ولا حد هيحسسها بدالها بما يرضي الله. بس اللي كان هيشتري لي لمؤاخذة بيت، وكان هيشتري لي ويوديني العمرة منين؟ ها؟ الا ان كان صادق في كلامه وعامل حسابه ليا، ما فيش علشان الناس الفنانين والفنانات ربنا يجعلهم في الله تعالى بقى، هو اللي هو اللي شاهد ووكيل، كل واحد متعلق من عرقوبه هيتحاسب على اللي هو بيعمله. واقفه بس جنب الاستاذه هبه وعلى كده، لكن اخوات ابراهيم شيكا يتحرقوا، ولا امه ولا تسمعيهم، ولا امه تسمعهم يقولوا لك ايه، ولا عايزين امه ولا امه. يرجع ولا ما يرجعش بقى ليه عند الله. بقول لك زعلان علشان اللي امه فيه ان هو ما حققش يا عيني اللي هو كان عايز يحققه لي. كل واحد ربنا يقابله بضميره وبعمله، كل واحد قباله ربنا، وحسب الله ونعم الوكيل في اللي ظلم ابني واللي اذاه واللي عمل له حاجه وحشه. بالصلاه على النبي ربنا يتصرف فيه احكم الحاكمين، عشان هو كان يتحط على الجرح يطيب، وأمة لا إله إلا الله والدنيا بحالها بأكملها بتحب اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، وفي آخر بلد المسلمين يجعله في الجنة والنعيم، هو استريح. بعد وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا اندلع خلاف مؤلم بين والدته وزوجته هبة التركي كشف عنها في مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت مشاعر الحزن إلى صراع علني على الميراث وكشف المستور. ظهرت والدة شيكا في فيديو وهي تقول إن ابنها ترك شقتين وسيارة وأموال في البنك، وأكدت إنها كأم من حقها إن ترث ابنها، وأضافت بحسرة إن هناك أوراق وتم التوقيع عليها قبل وفاته، وإنها لم تكن تعلم بتفاصيلها، وفي إشارة منها إلى إنها تشك في إن ممتلكات ابنها تم نقلها دون علمها. في رد قوي ومؤلم خرجت هبة تركي زوجة اللاعب الراحل لتدحض
هذه الاتهامات، وقالت إنها كانت تشقى وتكافح لتجمع له أموال العلاج، وأضافت: أنا اللي كنت بنزل أعمل لايفات وأتكلم علشان نلاقي فلوس نعالجه، هو ما كانش معاه، ولو كان معاه ما كناش وصلنا للي احنا وصلنا له ده. وأكدت إن كل ما فعلته كان من أجل إنقاذ حياته وليس لأجل المال، كما يلمح البعض، ووضحت إنها ظلت إلى جانبه في أصعب لحظاته ولم تتخلى عنه حتى آخر نفس. وما بين اتهامات الأم ودفاع الزوجة، وجد الجمهور نفسه أمام مشهد مؤلم يعكس حجم المعاناة التي مر بها شيكا قبل وفاته، وفتح بابا واسعا للجدل حول قضايا الميراث والعلاقات الأسرية والضغط النفسي الذي يلحق أسرة اللعيب بعد اعتزالهم أو مرضه.